ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا عارفين ان الدراسة بدأت من يوم الحد ده اللي فات. رجعت طبعا اتحايل تاني على الولاد علشان يصحوا بدري وعشان يروحوا المدرسة والكلام ده كله، فقلت ايه اكافئهم كده. اول يوم طلعوا من الحضانة ورحنا على البحر كده، قلت لهم يلا نجيب سمك وكده على النيل. احنا ما عندناش بحر مالح، ده النيل. آه فروحنا بقى فسحتهم كده شويه وجبت سمك. قلت علشان اشيله الاول، عملنا غدا، ما عملناش. انا كنت عامله حسابي ان احنا هنعمل برجر فراخ. بعدين هجيب السمك واشيله مثلا لتاني يوم او ليوم تاني هينفع. مفيش حاجه هتخسر، تمام. فبعدين رحنا والجو كان جميل، بس هو برد قوي بس حلو قوي على النيل. قلت برضه اخدكم معايا جولة كده تشوفوا النيل عندنا والمية العذبة والجو الحلو ده اللي احنا عايشينه. زي ما انتوا شايفين كده. المية بتاعتنا طبعا مية عذبة، وسمك كان لسه مصطادينه ولسه مطلعينه حالا. بصوا السمك كان بيلعب اهو. هي جولة تحفيزية كده، وكأن ايه مكافأة كده ان هما راحوا الحضانة. العيال طالعين بيموتوا في الصحيان بدري زي مامتهم. فطبعا ربنا يبارك في الاولاد كلها. وطبعا الجو دلوقتي فظيع، مش عارفه الولاد يعني ربنا يحفظهم اليومين دول، اللي بيروحوا المدارس واللي بيروحوا الدروس. ودي كانت اخر حته هتشوفوها في البحر، في النيل. مش عارفه عماله انسى واقول بحر ليه. ورجعت علشان اعمل برجر الفراخ. معايا هنا نص كيلو متقطع، وحبة فول صويا صغيرين قوي، وبصلة والتوابل. مش هنستخدم اكتر من دول. وهجيب الكبة بتاعتي بقى وهنزل بكل المكونات اللي معايا دي، هنزلها وهقول لكم على التوابل وانا بحطها. هنحط بقى التوابل: الملح والفلفل الاسود ده اساسي، ايه ده يا ربي، كمون، توم باودر، وبصل باودر، بهارات فراخ. ده كاري لا، ده كاري وبابريكا. ودي مرقة دجاج سايبة، مش في اسمها ايه، مش من اللي بنشتريها، لا بنشتريه كده بالكيلو. وهنضربهم لغاية لما يتجانسوا كده معايا ويكونوا خليط حلو زي ما انتوا شايفين كده اهو. لو شايفين في حاجة لسه ما ضربتش برضو او عايزة تتفرم اكتر، افرموه طبعا، يعني لغاية لما تبقى ناعمة جدا جدا. هحط فص توم معايا اهو. بصوا هنا فرمتها وكانت حلوة اوي، هتشوفوها وانا بطلعها. معلش بقى البرد وكده، فانا مش اللي هو بتكلم بالعافية، سامحوني بقى. هنزلها في بولة كده او في اي حاجة، علشان انا هحطها ساعة في الفريزر. ساعة في التلاجة او 10 دقايق كده في الفريزر، اللي هي تجمد حبة كده علشان ما تبقاش معايا مش متماسكة، يعني تتماسك كده مع بعض. البرجر ده بينفع حلو قوي في لو وقت مش ما عندناش عشاء او وقت ما عندناش غدا، فدي حاجة حلوة قوي. انا كنت بشيل من الفراخ صدور، وكنت بعمل منها، كانت بتنفعني قوي. هنا طبعا جبت مكبس البرجر ومسكت بحبة زيت، قلت اجرب علشان ما تسيبش مني، او ما يعني اعرف اطلعها من ايدي. بس هي كانت حلوه قوي. وخدوا بالكم انا قليتها وهي مش متجمده، يعني على طول كده عملتها. وعملنا سندوتشات كايزر، وحطينا كرومب وصوصات، واكلنا. كان حلو قوي وكان تحفه كمان. طبعا تقلوها زي ما انتوا عايزين، تحمروها قوي او تاخد تشويحه بسيطه كده في حبه زيت صغيرين. دي حريه شخصيه ترجع لكم. هي العجينه كانت ما شاء الله، كانت متماسكه جدا وحلوه قوي، وعملتها واتغدينا زي ما انتوا هتشوفوا كده في الفيديو ان شاء الله.
مكبس البرجر ده سهل عليا حاجات كتير. انا جايبه الحجم اللي هو الوسط. بصوا زي ما انتوا شايفين، قطعت طبعا الكيس التلاجة، قطعتها مربعات، وكنت بحط مش لازم اكورها في ايدي ولا اي حاجه، لا برضو هتطلع متماسكه وحلوه قوي. فول الصويا بيخليها تتماسك كويس، حتى في التسويه بيسويها بسرعه. وطبعا شيء اساسي في سندوتشات الاولاد لو مش بيحبوا الجبنه واللانشون والحاجات دي، ممكن ان احنا نعمل لهم البرجر ده. وكفايه ان هو معمول في البيت بحب وبكل نظافه طبعا، وحاجه انتم ضامنينها، فهتبقى حلوه جدا جدا في السندوتشات. زي ما قلت لكم انا مش بكور العجينه في ايدي، لا هي متماسكه قوي. انا رغم ان انا حطيت حبه صغيرين من فول الصويا، بس هم متماسكين جدا. فهتلاقوها متماسكه معاكم، مش لازم ان انتوا تكوروها او اي حاجه. ملناش دعوه بالفلوس اللي بتتعد دي. هما الولاد بيحبوا لازم يظهروا معايا في الفيديو. حطيت طبعا هنا الكميه اللي هحطها في الفريزر، وطلعت اللي انا هسويها، يعني سويتها على طول، ما استنيتش ان انا احطها في الفريزر او اي حاجه. احنا هنا بنحب اللي بنحبه بيكون محمر قوي، يعني بنحمره جامد كده. يعني كل واحد وحبه هتحمريها ازاي، هتحطها في الزيت تشوحيها او كده. المهم هوريكم عملنا الصوصات اللي هي حطينا من كاتشب على مايونيز على بيك تيستي، وقلبناهم كده قليبه حلوه. وبعدين بقينا نحط في السندوتشات ونحط كرومب وناكلها. طبعا البرجرية كانت كبيره على الكايزر قوي لان كان حجمها كبير. انا لما بعمل في الغطا بعمل حجم، وبعدين الكايزر دلوقتي اصلا صغر، فان شاء الله هعمل شويه كايزر واحطهم في الفريزر، هينفعوني الوقت زي ده ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشجعوني وتدعموني وتعملوا لي لايك وايه، تشجعوني جامد علشان انزل لكم. شايفين هي بقت كبيره ازاي، كبيره قوي على الكيزرايه. يعني ابو بودي قعد يتريق اصلا عليها على حجمها الكبير، والكيزرايه حجمها صغير قوي، بس في الاخر كانت تحفه جدا. زي اللي بنشتريها من ماك كده، كانت حاجه طعمها لذيذ وحلوه قوي.